صيف يعني لازم نشرب حاجات ساقعة كتيرة جدًا، هنعمل النهارده مشروبات الكافيهات مش عارفة بقى بتسموها إيه sunshine وموهيتو وليمون بالنعناع وحاجات كده كتير، يالّا نخش على أول واحد. الدنيا درجة حرارتها غير طبيعية، لازم نعمل شوية عصاير ويا ريت تكون عصاير مختلفة عن المعتادين عليه. اللي أنتم شايفينه ده أنا عاملاه في البيت مش شاربينه في كافيه، هنعمله بمنتهى السهولة. أول حاجة هتجيبي طبعًا كوباية عشان نحط فيها، أومال هنحطها فين؟ جبت كنز فيمتو دي بحوالي 10 جنيه بالتوت الأزرق. طبعًا عشان تدّينا الطعم بتاع الsunshine أو الموهيتو أو الأسماء الغريبة اللي بنقولها في الكافيهات دي مش عارفة مين أصلًا اللي اخترعها. هنحط حوالي ربع كوباية هتدّينا اللون الblue الفظيع ده، يعني حاجة كده لونها بصراحة تحس إن أنت قاعد على البحر أصلًا. هنكمّل بقى باقي الكوباية بالSeven Up يُفضّل Seven Up، صودا، Sprite، أي حاجة ما يبقاش ليها لا لون ولا ليها طعم، عايزين بس نحس بالطعم الحاجات اللي هنحطها. هنحط معاهم شرايح من الليمون، أحلى حاجة وأنا باحط الشرايح كان نفسي أسمّعها لكم، صوت الفوران بتاع الليمون بيفور بجد، والنعناع ده من البيت يعني فريش، يعني أنا لسه قاصّاه دلوقتي، الريحة كانت حلوة جدًا، جدًا، جدًا مع شوية تلج، انتعاش بقى. عايزين الكوباية دي ونروح أي مصيف بسرعة. بتسموه إيه ده sunshine والّا موهيتو والّا إيه بالضبط؟ بس بصراحة حاجة منعشة ومختلفة وابعدوا عن البيبسي شوية. الصنف اللي معايا النهارده جبت فيمتو بقى بس بالتوت الأحمر. هنعمل إيه؟ هاتي كوباية حلوة كده من عندِك، هتفضّي حوالي يعني قولي ربع الكوباية، على فكرة العلبة اللي معاكِ دي تقدر تعمل معاكِ 4 كوبايات كبار، طبعًا بإضافة ال7 وبإضافة الليمون وبإضافة النعناع، يعني هاتي واحدة بس، لأ واعملي عزومة عليها. زي ما قُلنا هنحط حوالي ربع الكوباية، بعد كده هتجيبي برضه نوع من أنواع الSprite أو الصودا أو 7، المهم إن هو ما يكونش ليه ولا لون ولا طعم، يعني ما ينفعش تحطّي ميريندا، ما ينفعش تحطّي بيبسي، ما ينفعش تحطّي حاجة من الحاجات دي هتغيّر لِك اللون وطبعًا هتغيّر الطعم. هنكمّل الكوباية بال7 وطبعًا الSprite بيبقى حلو جدًا، هنحط فيه شرايح ليمون وخلّي بالكم ما بنسيبش شرايح الليمون فترة طويلة، يعني ما تفضليش حاطّة كده ده قدّامي ساعة، ساعتين بشرايح الليمون عشان هيمرّر، لأ هتحطّيه يعني هتشربيه. حطي برضه حوالي كده كام ورقة من النعناع الفريش، وشُفت أكتر من فيديو بيقولوا ممكن نفرُكه شوية عشان يطلّع الريحة، بس طبعًا عشان هو فريش فهي ريحته قوية جدًا، جدًا، جدًا. حطّوا التلج وبألف هنا وشفا ورطّبوا على نفسكم بمشروبات تقدروا تعملوها في البيت من غير ما تروحوا كافيه وتدفعوا 50، 60 جنيه وتحت المروحة أو تحت التكييف، واعملي مشروبِك البارد وأسهل حاجة ممكن تعمليها. لو وصفاتي عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات عايزين وصفات إيه تاني؟ آية فاروق.